السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بقى بينا نعمل محشي ونفرز كرنب. معايا كرنب بقالها كام يوم كده كانت هتبوظ مني، قلت لا قومي يا بنت حرام اعمليها وخدي منها اللي تاخديه وخزني الباقي. قورتها زي ما انتوا شايفينها كده، وفي حلة كبيرة فيها معلقة من الكمون ومعلقة من السكر عشان تحفظها لما تعينيها، وسبتها حوالي دقيقتين على وشها، وبعد كده قلبتها. اسليت الورق بالراحة يطلع معاك بكل سهولة. ايوه بكل سهولة كده، شيلي ورقة ورقة. لو مش هتعرفي تعملي كده، شيلي الورق منها من بره واعملي ورقة ورقة عادي، هتدي في الاخر نفس النتيجة والورق هيتسلق ويبقى زي الفل. لو ما عرفتيش تعملي كده اعملي الطريقة التانية اللي انا هعملها دلوقتي معاكي. ورقتين تلاتة كده مع بعض في المية السخنة وبنقلبهم، ما بنقعدش كتير عشان ايه ما يتهرش مننا. زي ما انت شايفة كده، واول ما يطلعوا هحطهم تحت المية ايه، المية الحنفية عادي، مش مية، هي مية الحنفية ساقعة عشان احنا في الشتا، علشان الحرارة بتاعة المية السخنة ما تهريش الورق منك. واحنا مش هنهريه لان هو كده كده هتحطه في الفريزر، وما يطلع هيبقى اكنه مستوي بالظبط. دلوقتي احنا بنبرده قبل ما نفرزه. ما تنسيش معلقة السكر والكمون اتحطوا في مية السلق. يلا بينا نقطعه. هنشيل العنقود بالطريقة دي ونلفها ونقطعها بايه، بطول المحشية زي ما انت عايزاها، طويلة قصيرة وسط بالشكل ده. وما تيجي تحشي تفتحي الورقة وتاخدي على قد المحشية. تفريز الكرنب ده بيسهل وبيخليكي تشجعي وتقومي تعملي. يا دوبك لما يجيلك الكرنب يا دوبك يوم وتاني يوم على طول ايه اسلقيها وظبطيها. طبعا راس الكرنبة ما بتترماش، الحاجة اللي بتطلع منها بنعملها مخلل. معايا علبة من البلاستيك حيني وفرزي، معاكي اكياس حطي، معاكي ورق في اطباق فل حطي. الحاجة ما تبقى جاهزة تحت ايدك بتشجعك. معايا كيس كمان من البلاستيك هحطه فيه، وما اجي علشان اطلع الكيس ده علشان اعمله محشي، ما طلعوش بقى قبلها بيوم واسيبه، لان بيبقى ريحته صعبة بصراحة، الواحد بيبقى متضايق منه. تجيبيه وهو مفرز جاهز كده ومية بتغلي عليه، وتفكيه وتحطيه فيها، هتلاقيه اكنك عاملاه زي الفريش بالظبط. تعالي بقى على ايدي اللي طلعت مننا، يا اما تخلليها يا اما تعمليها تقطعيها وتحتفظي بيها عشان بنفرشها في ارضية الحل مع بصلة او حبة طماطم او شبت وكزبرة، بتخلي ريحة المحشي حلوة قوي وبتحمي الحلة وبتحمي المحشي انه يتلسع. احنا كده فرزنا الكرنب. يلا بينا احنا بقى جهزنا تسبيكة المحشي اللي انتوا عارفينها كلها، الطماطم والبصل والبهارات والثوم والحاجات دي، ونسيبها تتسبك وتنشف. دلوقتي انا معايا رز وجبت عليه بصلة مرتة، المرتة دي كانت والدتي بتعملها على طول، وحطيت عليه شوية شبت عشان الشبت بيبقى طعمه حلو قوي في قلب الرز، وبهارات. وهنزل بالتسبيكة اللي انا مجهزاها قبل كده، وهبتدي احشيه بقى. دي الورق اللي انا لسه مفرزاه، خدت منه شوية على قد ايه، على قدنا النهاردة، والباقي رحت عيناه. محشي عادي جميل من غير لحوم ومن غير الفراخ، وطلع زي الفل. ومعي قرنين فلفل حمر حطيتهم، حشيتهم، بس الفلفل ده طلع حامي، خلى المحشي طعمه لذيذ قوي. وكان بين شوربة عندك مفيش يبقى مرقة. وظبطت بقى العقد بتاعي وحطيته على النار. النشاط ما بيجي بتقومي تعملي كل حاجة. دلوقتي المحشي بتاعنا اتعمل اهو. احنا بقى في الشتاء بقى، والمحشي والسمك والحاجات الحلوة ديت ايه بتدفي، وما اخدش وقت مني، وطعمه جميل وشكله حلو. واهم في الحكايه ان انا عملت الكرومبه وحطيتها في التلاجة. اتمنى ان انتوا تستفادوا حاجه من تفريز الكرومب. لو عملتيه زي ما انا قلتلك كده يفضل عندك من 6 شهور براحتك لغايه 6 شهور كده زي الفل في التلاجة اكنه فريش. وده كان غدانا النهارده، محشي وشويه طماطم وخيار وشويه مخلل وخس. والحمد لله، بارك الله فيما رزق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.